وبينادوا عليه علشان يمشوا بسرعة، بس الشباب هما اللي بيجروا بسرعة وبيركبوا معاهم وبيقفلوا البيبان. وبيبقى الأب ثابت في مكانه وخايف يتحرك وكأنه اتشل عن الحركة، وده خلاهم ياخدوا عربيته ويمشوا من المكان. وبيبقى واقف باصص عليهم وهو مصدوم من اللي بيحصل. ولما جاي يتحرك مسكوا واحد من الشباب، بقى شايف مراته وبنته بيختفوا من قدام عينيه. سوزان هنا اتوترت جدا وقفلت الرواية واتصلت على جوزها علشان تطمن عليه، وبتسأله ما كلمهاش ليه لما وصل. قال لها إنه افتكرها نايمة ومرضاش يقلق نومها، بس الحقيقة إنه أصلا كان مشعلق واحدة في دراعه. وبتسمعه وهو بيقول للراجل اللي في الأسانسير الدور التلاتين، فقالت له ما خدتش ليه الأوضة بتاعتنا. قال لها الأوضة فيها زباين تانيين، بس عامل الأسانسير بيطلع واد ابن حلال. وبيسأل البنت اللي معاه وانتي يا فندم طالعة معاه دور التلاتين صح؟ فتوتر جوزها جدا وقال لها هدخل الأوضة وهكلمك تاني وقفل معاها. بس هي بتبقى قفشت الحوار وفهمت إنه بيخونها وبيضحك عليها، بس بتقعد تكمل الرواية اللي جننتها دي. وبنرجع للشاب اللي كان مع الأب وبيقوله إن